طبعا حق اليوم بما انه مناسبة مهمة، عيد زواجنا وعندي تصوير، التصوير هالسنة راح يكون مع آدم، فحبيت ان انا اسوي لوك مع الميك اب ارتست وضحى. اكيد كلكم تذكرونها، تذكروني اكثر من مرة سويت عندها، وحتى حق مسلسل صح؟ اي حق مسلسل بلا تذكرت مرتين لما كنتي عروس. اي فيعني معتمدتها من 2018، وحتى بالمسلسلات كنت اشتغل معاها. فحق هالمناسبة يعني حسيت ان انا اليوم بتدلع، ما بسوي مكياجي، الفنانة وضحى هي بتضبطني. الحين بنحط الخطوة، نغمج شوي شوي الاي شادو لما يندمج معاي كله. يعني اول شيء حطيت اللون الانتقالي على كامل الجفن، بعدها احط اللون الغامق كذي واسحب لبرا وادمج شوي شوي لما يندمج مع كل الاي شادو. بعد ما وزعنا الفاونديشن الحين نحط كونسيلر بهالطريقة حيل عجيب، هو يعني يغطي ويسحب، ونرفع كذي الكونسيلر فوق عشان يسحب من العين. نحط طبعا بالمناطق اللي نبي ننورها. بعدها نستخدم كونتور بهالطريقة شوي عند الجبهة، الخشم نرفع شوي الخشم، وهني نقلب الشفايف شوي وعند الحنش. دائما اهم خطوة بالميك اب اول ما ندمج الكونتورينج، عشان ما يصير دائما اغلب البنات يقولون ان لما احط الكونتور يكون غامج الوجه. طبيعي، فلازم ادمج الكونتور اول شيء بحركة دائرية كذي، وادمج دائما كونتور الجبهة على الشعر، ما ادمج لداخل لا لبرا كذي على الشعر. بعدين هني الخد، اما برفع الخد فادمجه لفوق وبحركة دائرية. طبعا اذا احنا بنلحف الخد لتحت، اذا بنرفعه ونعبيه لفوق، بس احنا شنو بنلحف شوي ونحب شوي. تلاحظون هني شلون الرسمة عندنا الوجنة طريقة حلوة، والحنج دائما او الفك لتحت. هني كذي نقص الخشم شوي، نزقره بالكونسيلر، بعدها نطلع شوي شوي على كامل الوجه، نرفع لفوق. طبعا الكونسيلر اهم خطوة عشان ما يخطط، لازم نرطب تحت العينين، هذا اهم خطوة. طبعا انا حاطة قدامي مراية قاعد ابوق تكنيك كونتور الخشم اللي للحين ما عرفت اسويه. عادي عادي. حط الحين البلاشر الكريمي، عندنا شي سكتني، أحب السخافة.
وين ذكرتها تحركتها. لا ما يصير ما يصير. بابا ابني هيل وفستقة واحلى ولد في المنطقة يا عسل. يا والله انك انت فزت علي يا ادم، فزت علي باناقتك. هو عيد زواجنا بس هو فاز بكل شيء اليوم الصراحة. فزت علي يا ادم، وعاك يا ادم نفس اللوك. لا يا ادم وعاك. يقيمك ماماتي. أدي يا عسل.